السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نتكلم عن القولون العصبي. طبعا القولون العصبي بيكون موجود عند ناس كتيرة بمختلف الأعمار. فتعالوا نشوف احنا بنتعامل ازاي مع القولون العصبي. أول حاجة إن أنا لازم أحط في دماغي إن أنا أنظم مواعيد الأكل بتاعتي. ليه؟ عشان أنا لما أنظم مواعيد الأكل بتاعتي بالتالي أنا بنظم الحركة المعوية، فيقوم الأعراض بتاعة القولون تقل وتهدى شوية. إيه تاني؟ بحط في دماغي إن أنا عاوز اعمل اي رياضه. ليه رياضه؟ لان الرياضه بتساعد الجسم في ان هو ينتج هرمونات بتساعد شويه ان هي تظبط في المزاج زي الدوبامين مثلا. بما ان القولون العصبي بيكون مرتبط اكتر بالضغط النفسي او بالاسترس، فانا لما افرز الهرمونات دي هتساعد شويه ان هي تقلل الاعراض بتاعه القولون العصبي. طيب بالنسبه للمواعيد الاكل اللي انا عايز اظبطها، ممكن احط في دماغي ان انا اعمل مثلا صيام متقطع. ليه صيام متقطع؟ لان انا بقعد مثلا 16 ساعه في خلال اليوم مش باكل اي حاجه، باخد مشروبات بس ما فيهاش سعرات. بالتالي فانا حركه الامعاء عندي بتكون كويسه جدا، بتكون مظبوطه. انت اكتر حاجه بتسبب لك اعراض القولون العصبي اللي هو ايه؟ الوجبات والنقنقه بين الوجبات دي. عارف انت الايه؟ انت مش جعان بس انت خدت حاجه اكلتها كده. دي اكتر حاجه بتسبب ان هي تظهر اعراض القولون العصبي. اهم حاجه لازم ناخد بالنا منها المحفزات بتاعه القولون العصبي. يعني ايه المحفزات؟ اللي هي الحاجه اللي انا باكلها بتعمل اثاره للايه؟ لاعراض بتاعه القولون العصبي. مثال، حد مثلا لما بياكل بقوليات، اي حاجه في البقوليات، بيحصل له ان القولون العصبي بيقوم عليه زي ما بيقولوا كده، يبقى هو يوقف خالص اكل بقوليات. حد مثلا طبق السلطه بيتعبه، هنا انا مش هقدر اقول لك وقف طبق السلطه كله. ليه؟ لان انا هكون بخسر معادن وفيتامينات ومضادات اكسده وحاجات كويسه جدا في طبق السلطه ده. هو طبق السلطه فيه كل الكلام ده. فاحنا هنعمل ايه؟ هفصل كل حاجه في طبق السلطه عن بعضها واجربها لوحدها. يعني ايه؟ هجرب الطماطم لوحدها، هجرب الفلفل لوحده، هجرب الخيار لوحده. لقيت مثلا الخيار بيتعبني، طب هجرب الخيار من غير القشر بتاعه. في ناس لما بتاخد الخيار من غير القشر بيبقى ما عندهاش مشكله، بيبقى القشر هو اللي بيعمل لها ايه؟ هو اللي بيتريجر او هو اللي بيحفز الاعراض بتاعه القولون العصبي. يبقى انا هعرف ايه اللي بيحفز القولون في الطبق بتاع السلطه وهبعد عنه خالص. نفس القصه بالنسبه لنا في الخضار. اي انواع خضار بتسبب الاعراض بتاعه القولون العصبي هوقفها، مش هاكلها. منتجات الالبان او الالبان، بس هنا انا ببص على ايه؟ انا ما عنديش حساسيه من الالبان، هي بس بتقوم لي القولون العصبي. طيب انا في كميات معينه بقدر استحملها من الالبان. يعني مثلا لو خدت كوبايه كبيره بحس باعراض القولون العصبي، لكن نص كوبايه مثلا ما عنديش مشكله، خلاص يبقى انا مش هزود عن نص كوبايه. لا، نص كوبايه بتعمل لي مشكله، بس انا لو خدت علبه زبادي ما عنديش مشكله، يبقى انا هقف بس عند علبه الزبادي. في القولون العصبي زي ما بيقولوا كده بتكون انت ايه؟ طبيب نفسك، انت عارف ايه اللي بيتعبك وبتوقف. في بقى حاجات معروفه ان هي بتزود الاعراض بتاعه القولون او ان هي بتحفز القولون، زي التوم مثلا من الحاجات اللي بتحفز القولون. الحاجات السبايسي او الحراقه برضو بتحفز. وفي عندي الكافيين، في ناس مش بتستحمل الكافيين فبيزود لها الاعراض بتاعه القولون العصبي. زي ما قلنا كده، يبقى انت في النهايه اي حاجه بتتعب لك القولون انت بتوقفها، ده طبعا بجانب العلاج اللي انت بتكون بتاخده. واشوفكم على خير ان شاء الله، يا رب تكونوا استفدتوا.